يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في الوصفه متنسوش اشياء لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم يشجعني انزل فيديوهات اكتر. انا كنت في مشوار بقى وراجعه متاخر، يعني العشاء ده هو عشاء وغدا مع بعض. لان احنا اصلا اليوم ده كنا فطرانين متاخر والمشوار جه كده على غفله، فنزلنا وجينا ايه متاخر. فابتدينا اللي احنا بقى ايه قلنا نعمل عشاء كده ايه خفيف، هو عشاء وغدا، ضربنا اتنين في واحد. بس انا حطيت السجق وشوحته، حطيت عليه شويه ملح وفلفل صغيرين جدا لانه هو اصلا مبهر. انا شوحته من غير ما احط عليه اي خضار. وكنا جايبين بقى فينو واحنا راجعين وبقسماط وحاجات كده من الفرن، وابتديت اعمل فتحات كده بالمقص بالفينو. بحب اقطع الفينو افتحه كده اعمله فتحات بالمقص احسن من السكينه، يعني عشان بيتفتح معايا بكل سهوله. وحطيت عليهم مستردة وبس، هو ده العشاء بتاعنا. هو فيديو كده بسيط وسهل جدا، يعني ما خدش مني اي وقت خالص. انا حتى حطيته على النار على ما غيرت هدومي وكده وكان خلاص اتعمل يعني. بس كان طعمه حلو ومختلف المرة دي عشان اول مرة ما احطش عليه طماطم بقى وبصل وفلفل وكده. وكنت جايبة برضو كيس شيبسي، فتحته كده وحطيته في الطبق وقطعت عليه كام خيارة. بعد ما كنا بقى حسيت ان انا ايه في كده ايه حتة كده في البطن ايه عاملة فراغ. فقلت انا كان نفسي الصراحة اكل عسل وطحينة بالفطير. لو انتم متابعيني تعرفوا ان انا كنت نفسي اكل عسل وطحينة بالفطير قوي. فجبت طبعا فطيرتين من الفرن، طبعا ما يجوش جنب فطيرة ماما حاجة يعني. وابتديت ان انا اقطعهم كده وهتعشى برضو هحلي بقى عسل وطحينة مع الفطير بس. وهي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة صح؟ متنسوش بقى اللايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم عشان تشجعوني يا امارات. هنا بقى انا كنت بقول لكم لا، مش ده الفطير اللي انا عايزاه. انا كان المفروض ان انا اسخنه بس انا ما حبيتش الصراحه، يعني انا كنت مستعجله وعايزه اكل، يعني كنت عايزه احلي بس.